اعمل اللي عليك ومالكش دعوه بحاجه ثانيه. كاسل الفتره اللي جايه، اجتهد، شد حيلك، اعمل اللي عليك. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. لسه قدامنا وقت، لسه العمر فيه بقيه. طول ما انت بتتنفس فلسه في امل، طول ما انت عايش فلسه في امل. فوق عشان الوقت بيعدي وبيفرط منك، وهيجي وقت ما فيهوش رجعان تاني. هترجع من انت بقى اول يوترن، خلاص بقى السنه الجايه ان شاء الله. ما يمكن فعلا ربنا كاتب لي الخير. كام حد حكى لك قبل كده عنه ان في المراجعات لم كتير، وان في ليله الامتحان كان في ماده قلقان منها او مش مظبطها قوي او مراكم فيها، ولحد ليله الامتحان ذاكر حاجه جت تاني يوم في الامتحان. اسال الطلاب في السنين اللي فاتت في الثانويه او حتى في الجامعه، فلحد لحد ليله الامتحان ممكن تبص في حاجه كده تلاقيها تاني يوم. الاقدار بتاعت ربنا، التدابير بتاعت ربنا، الكرم بتاع ربنا، فما تحسبهاش. اخر حاجه هقولها لك، سمي الله، صلي على رسول الله. من ضمن برضو الاسباب انك تكمل قيمتك قدام نفسك، من ضمن برضو الاسباب انك تكمل ان ربنا هيسالك عن شغلك. انا شغلي بشرح وبعمل اللي عليا وبجتهد فيه، بابا وماما شغلهم حاجه تانية، كل واحد شغال وبيصرفوا عليك وكذا. انت شغلك ايه اللي ربنا هيسالك عنه ايه؟ مذاكرتك. لو انت عندك بجد 1000 سبب يحبطك، في مليون سبب تخليك تكمل، في مليون سبب انك تخليك تعافر. كل الناس حواليك دلوقتي محبطين، وكل الناس حواليك دلوقتي مقفولين، وكل الناس حواليك دلوقتي تعبانين. طب وبعدين؟ قلت لك قبل كده وهقول لك تاني، خيل السباق اذا اقتربت من النهايه اتت بافضل ما عندها. خيل السبق بتجري طول السبق تعبانه، بس الخيل العربي الاصيل مش الخيل اي كلام. حدد نفسك انت وهي بقى. طول السبق تعبان. اول ما اجي عند خط النهايه خالص، وانا تعبان بزق نفسي وبجيب اخري عشان افوز. فانت دلوقتي مرهق، معلش كلنا كده والله. معلش انت بقيت احسن؟ لا يا باشا، انا بقول لك انا وانت وكلنا تعبانين وكلنا بنزق نفسنا. ليه بقول لك عافر؟ يعني ايه عافر؟ قلت لك اجتهد؟ لا. اسعى؟ لا. امال قلت لك ايه؟ عافر. يعني ايه عافر؟ عافر يعني زق نفسك وانت تعبان، زق نفسك وانت محبط، زق نفسك وحاول واستعين برب العزه عز وجل وهو اللي بايده امرك. زق نفسك مهما كانت حالتك النفسيه. اهم حاجه الاستمراريه، مهما كانت حالتك النفسيه اهم حاجه الاستمراريه. اخر حاجه هختم بيها، ما تحسبهاش ومش بحساباتك. بحساباتك انت ممكن تتقفل وما تاخدش خطوه، لكن بحسابات ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعوضك. والكريم اذا اعطى ادهش. حطها في دماغك بالله عليك دلوقتي وبعدين ومستقبلك كله، دي اهم حاجه هقولها لك. مش بحساباتك، ربنا سبحانه وتعالى ليه حسابات وكرم يفوق تخيلك ويفوق تخيلك. في حاجه كده هقولها لكم اهو، هختم بيها، حطها في دماغك. اذا تعطلت قوانين الطبيعه فالبحر لا يغرق، والنار لا تحرق، والجبل لا يعصر، والحوت لا يهضم، والعذراء تلد، والمنعدم يجد، والمريض يشفى، والبحر ينشق، والغائب يعود. لا يقلق من له اب، فكيف من له اب؟ اعتبرها بدايه جديده، وابشر خير كده، ربنا يكرمك ان شاء الله. ويا اولاد، دايما انا عندي قناعه بان القدر معلق بالكلمات. يعني اوعى تتشائم ابدا ابدا ابدا، او تقول انا مش هلحق او مش هروح او مش هاجي او مش هعمل او مش هوصل. اوعى تقول كده. خليك دايما كده متفائل، ان شاء الله خير، ربنا ان شاء الله يكرمني، انا ما حدش احسن مني. صدق في نفسك، ثق في نفسك، طالما بتعمل اللي عليك وجايب اخرك ده المطلوب. ماشي؟ فاوعى تتكاسل الفتره اللي جايه، اجتهد، شد حيلك، اعمل اللي عليك، وما تقولش حاجه وحشه، ما تتلفظش بحاجه وحشه عشان خاطر انا. ماشي؟ وطبعا دعواتك يعني مش هوصيك بقى، وانا والله دعيت لكم في مكه، في الحرم المكي وفي المدينه. والله دعيت لكم كلكم. لسه قدامنا وقت، لسه العمر فيه بقيه. طول ما انت بتتنفس فلسه في امل، طول ما انت عايش فلسه في امل، طول ما انت لسه شايف الحياه. انت فقدت البصر؟ لا، يبقى لسه في امل. فالواد اول ما بيسمع الكلام ده بيحس بشيء من الطمأنينة ويفرح. ربنا يعمل بيتك، روح يا شيخ ربنا يصلح حالك، انا كنت خايف ان انا اكون متاخر. فيفرح قوي. ليه؟ عشان يأجل. لسه ما هو مش لسه في امل. فاستنى بقى خلاص. طب تعالى نشتغل. لا، ما لسه في امل، لسه في وقت يا ابني. طب تعالى ورانا حاجات. لا، لسه في وقت. هو قال لسه في وقت، فلسه في وقت. فينام وهو مطمن. فبيحب التحفيز عشان خاطر يقول لضميره وقت لما يصحى، شايف عليه؟ قال لسه في وقت اهو، لسه في طريق قدامك. طول ما انت عايش واحنا لسه عايشين. طب هنشتغل امتى؟ ماشي، ما احنا لسه عايشين بقى براحتنا. احنا متنا؟ لا خلاص ماشي، لما نبقى نموت بقى ما نشوف ايه القصه ديت. بس طول ما انا عايش اهو لسه عايش في امل. فلو النهارده عدى مش مهم، ما بكره موجود. ولو بكره عدى مش مهم، فبعده موجود. ولو الشهر ده عدى مش مهم، فبعده موجود.
ولو ثانويه عامه عدت مش مهم، فالسنه الجايه موجود عادي يعني، مش مهم، الحياه لسه فيها امل. فاحيانا الولد بيحصل ليه شويه كراشنج كده ما بين طموحه وما بين التفاؤل وما بين التحفيز، فكله بيخبط في بعض، فالواد اصلا ما بيبقاش عارف يفرق. فيا صديقي التحفيز مهم عشان يديك دفعه للامام من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، مش علشان يبقى هو اعتياد بالنسبه لك اللي انت بتسمعه فتطمئن. في عيال بتحب تشغل فيديوهات تحفيزيه وتنام عليها، يعني قبل ما ينام يشغل فيديو تحفيزي يقوم نايم. ايه ده يا قلبي؟ لا اصل انا بحب بستمتع، اتحفزت قوي. فبعد ما اتحفز ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، هو اتحفز بس فنام. فهو نايم على صوت عمال يقول له يا ابني انت تقدر، ده قبل كده ايه، ونفسه عندها قدره عجيبه على ده، على الاندماج مع ده. نفسه تيجي تقول له ايوه بقول لك ايه، ده معظم العلماء ما كانوش اصلا فالحين في الدراسه. افتح جوجل واعرف، اكتب اسمائهم اسم عادي، ايه المشكله؟ معايا يا بيه؟ معايا؟ فيا عمنا فكره ان انا يبقى عندي طموح، ده بيترتب عليا ان انا اقعد مع نفسي واسال انا عايز ايه؟ بجد يعني محتاج انت تقعد مع نفسك كده وتسال انت عايز ايه؟ وعلى فكره انا عايز اقول لك حاجه بس، ان انت احيانا الطموح ما بيبقاش هو تحقيق، ممكن الطموح يبقى هو الفرار. تاني يعني ممكن بعض الطلبه لما بنيجي نقول كلمه طموح بيحسوا ان الكلمه دي عاليه قوي، كبيره، ونفسك احيانا بيبقى عندها القدره ان هي تقول لك يا عم ايه ده احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. ممكن طموحك مش ان انت ترغب، ممكن طموحك يبقى انت تفر من النظره السيئه، تفر من لحظه العتاب، تفر من لحظه اللوم، تفر من النظرات القاسيه اللي ممكن ينظرها ليك اصدقائك، او ممكن لحظه العتاب بتاعت بابا وماما، تفر من نظره المجتمع. حتى وان كان ثانويه عامه مش نهايه المطاف، بس ده في حد ذاته طموح، على فكره ينفع يبقى طموح، بل معظم الناس بتعمل الحاجه علشان طموح الخوف او الفرار. فاللي انا عايز اقوله لك مش شرط لما اكلمك في الطموح ان انت تكلمني في التحفيز وحقق حلمك وحقق طموحك، عادي. ممكن لما اكلمك في الطموح يبقى الطموح اللي عند حضرتك هو طموح الفرار. انت بتفر في ثانويه عامه من نظرات الخوف او نظرات تحمل المسؤوليه اللي هتتبص لك، اللي هي طب ما انت دخلت وما عملتش، طب ما انت ضيعت مصاريف، طب ما انت ضيعت سنه على الفاضي، طب ما انت سحلتنا كلنا معاك، طب ما انت اهو عملت اهو، طب ما فلان عمل وانت لا، طب ما ابن خالتك قدر وانت ما قدرتش، طب ما ابن عمتك وابن عمتك وبنت خالتك وبنت خالك. معايا يا عمنا؟ خلاص اتفقنا. فنقطتين خدهم في حياتك، ما تفضلش تحفز نفسك في حين ان انت مش محتاج تحفيز. انت محتاج تفهم بس ان انا لو ما عنديش طموح رغبه فلازم يبقى عندي طموح فرار. لا اما انت عندك محرك اساسي جواك بيقودك ان انا عايز اوصل للمكانه دي، او يبقى عندك محرك اساسي بيقودك ان انا مش عايز ابقى هنا. ابقى فين بس ما يتبصليش البصه. يا عم انت مالكش دعوه دلوقتي، انت مش فاهم انت بتبصر ليه دلوقتي. خلاص يا عمنا اتفقنا يا صديقي.